اخوت ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنديكم معايا، غتعيشوا معايا نهار من تحضير الماراثون اللي ما بقاش ليه بزاف، اللي غيكون في 26 في اكتوبر، يعني تقريبا باقي غير شي شهر وشي حاجه. اليوم غتعيشوا معايا النهار بالتفصيل. هنا دابا انا في البحر، غندير شويه ديال البادي بورد وموراها غنجري نيت هنا في البحر، وباقي عاد غنمشي للدار غناكل وغادي نتريني الرجلين. يعني النهار غيكون عامر بالانشطه، عامر بالرياضه، فخليكم معايا. انا الاخوان غنلبس البالمي ديالي وغنقصروا شويه مع هاد المميزات ما كبارش بزاف، ولكن راه البحر اليوم واعر الماء نقي، الريح ما كاينش، الموجه عاطيه كيف تعيش معاها. بالنسبه ليا البادي بورد راه تقريبا ثاني اكثر رياضه كتعجبني مورا الجري. راه واحد الفرحه وواحد السعاده راه ما يمكنش، كنلقى فيه واحد المتعه اللي كبيره بزاف ما كنلقاهاش حتى في الجري. ولكن الجري فين كيغلب؟ في الشعور اللي منك كتسالي، يعني منك كتضرب هذيك الجريه وكتسالي واحد الاحساس ما كاينش بحالو، وحتى من الجهه العقليه كيعطيك القوه العقليه. هنا هادشي ما كتلقاه صراحه في البادي بورد، ولكن السعاده والمتعه اللي كتلقاها ملي كتكون غادي مع المواج، كتهبط تحتها كتطلع معاها، راه ما كاينش بحالها. غنلبسوا البالمي ديالنا، غندير البوكيه ديالي في دراعي وغنبدا على بركه الله. شويه مع المواج الخوت، 10 دقائق بالضبط اللي درت. الماء راه ما يمكنش شحال كاس، وانا بعد خطرات كنجيب اللبسه ديالي باش كنطول، ولكن 10 دقائق ما حسيتش بالبرد، ولكن ما بغيتش نطول اكثر من القياس. وحاجه اخرى اللي ولات ما تفارميش ولاو مزيرين عليا، كيضروني في رجلي ديال بصح، فخاصني بالكثير واحد 10 دقائق ربع ساعه نحيدهم عاد نرجع. فغنريح شويه وغنزيد واحد العومه، حيت الماء راه بارد مهم بزاف، غيعاونني باش نريكيبير، حيت راه واحد العيا مجموع عليا من قوه الجري راه ما يمكنش. من مورا ساعه ونص وانا مريح مصولاجي هنا، راه ما يمكنش الجو شحال زوين. دابا الاخوان جا الوقت ديال الجري، ما عرفت صراحه شحال غنجري، ولكن اقل حاجه 6 حتى 10 كيلومتر. البارح كانت عندي واحد الجريه اللي قاصحه، جريت 17 ودخلت فيها شويه ديال السبيد. يعني اليوم خاصني نحاول ريكيبيري، فغنبدا دابا الجريه ديالي، موراها غنختم بواحد العومه. ما حاش بي بزاف ديال العيا، الماء بارد عاوني شويه، غنسالي غنعاود نختفي، غنحاول نطول على الاقل واحد 10 دقائق. يلا دابا نبداو الجريه ديالنا على بركه الله. سالت الجريه الاخوان، ضربت 8 كيلومتر بيس كيف ما شفتوا 5:39. عييت شويه، العيا ديال الجريه ديال البارح باقي مأثر عليا. دابا غنمشي نعوم العومه الثانيه ديالي، غنحاول نطول فيها شويه اكثر من 10 دقائق، وعاد غنزيد العومه الثالثه اللي غنضربها مع الغور. انا الاخوان رجعت الدار، التبحيره دازت واعره كما قلت لكم. حاولت نطول في الماء باش نحيد داك العيا، حيت الماء ديال داك البحر سيدي بوزيد راه مقلاصي ديال بصح. حاس دابا بخير، ولكن راه ما يمكنش على جوع فيا. داكشي علاش غناكل دابا شويه ديال الروز كيف ما كتشوفوا، وغنوض غنتريني الرجلين تقريبا غير شي ربع ساعه، وغنوض غنتريني الرجلين، عاد مورا غنوجد شي وجبه اخرى. فدابا غادي ناكل نتسارح غير شي شويه ونوض نتريني الرجلين. ومورا ما كملت الماكله وارتاحيت شويه باش تهضم هذيك الماكله، ولو غير شويه، بطبيعه الحال ما تهضماتش كامله. دابا غنتريني الرجلين. صراحه لونطريمون ديال الرجلين مهمه بزاف في الجري، حيت كتعاونك باش تتفادى الاصابات، حيت كتقوي المفاصل. مؤخرا صراحه ما ترينيتهاش، هملتها، وهي مهمه بزاف. غدا عندي الاخوان 30 كيلومتر يعني، وعندي العيا مجموع عليا العيا، وحاسه بشويه توعات في الركبه، شويه كذلك في الشوفيه. وغنزيد دابا بلونطريمون ديال الرجلين، تسوسني ديال بصح.
وغدا عندي 30، ولكن غنحاول ما نفورسيش بزاف باش غدا نلقى الرجلين قادرين غير شويه باش تواكبوا مع المسافه ديال غدا. صراحة الشوفية عاطياني شوية ديال الصداع. الشوفية الكوشي ديالي كانت من السبت اللي فات فاش كنت جريت المسافة الطويلة ديال 25 صراحة من تما ضراتني وكانت فاتني، ولكن اليوم عاودت عطاتني شوية ديال الصداع. خاصني نحضي صراحة مع الإصابات، نحاول نركز شوية على الاستشفاء حيت دابا طلعت الكيلومترات بزاف موالف. كنت جري في السيمانة 50 40، دابا السيمانه اللي فاتت جريت 70، وهاد السيمانه حتى لدابا تقريبا مجري 60. وباقي عندي الجريه ديال غدا اللي غتكون فيها على الاقل 28 حتى 30، ما بين 28 و 30. فخاصني نحاول نحضي شويه مع الاصابات، نحاول نطور من الاستشفاء ديالي، نركز على الماكله. صراحه ما مركزش عليها مزيان، خاصني نركز نعاس. كنعس على الاقل 7 سوايع واخا معطل، ولكن اهم حاجه 7 سوايع ديالي كنعسها. خاصني نحاول نولي ندير حتى الثلث صراحه كيحيد اللاعيه، مهم بزاف. غنحاول نركز عليه في الايام الجايه. ساليت الحصه ديال رجلينا الاخوان وضربتها بتدويشه بالماء بارد، الله ما يمكنش على راحه. دابا شنو جا وقت الماكله. خاصنا نكافئوا الجسم على المجهود الكبير اللي ضربو. خاص شي ماكله تكون واعره كيف ما داز نهار واعر، تبحرنا جرينا وختمناها بحصه ديال الرجلين. يلا نوريكم اشنو عندي في الماكله. دابا الخوت غنوريكم الماكله ديالي اللي صحيه 100% وما يمكنش شحال كتشهي. عندنا الاخوان هنا الحمص كيف ما كتشوفوا مع خبز ديال القمح، وعندنا هاد الوجبه ديال الشوفان اللي فيها الشوفان بالحليب وجوج دوانن طبيعيين كتموالف كندير مع التفاح، ولكن هاد المره ما درتوش. وعندي هنا واحد العنكود صغير ديال العنب. فهذه هي الوجبه ديالي الاخوان، وجبه اللي متكامله وصحيه. كيف ما شفتوا الوجبه الاخوان راه ما يمكنش على جوع فيا، حيت درت مجهود اللي كبير وغدا خاصني ندير مجهود كبر. باقي ما قررتش كما قلت لكم شحال غنجري، ولكن غالبا غنتحدى راسي ونجري 30. ما كاينش الاعذار، ما كاينش الاستسلام. دابا غنجلس وغنستمتع بهاد الوجبه ديالي. الجو راه اليوم راه يا سلام، راه ما يمكنش، راه ما كاينش حس ديال الريح. نهار داز واعر، باقيين الايام الجايين غيدوزوا واعر ان شاء الله. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، نتلاقاو في فيديوهات جايين. تهلاو.